بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على نقطة مهمة جدا. لو انا عندي عطل بسيط او يبان ان هو بسيط، ازاي استخدم كل الادوات اللي موجودة معايا، ازاي استخدم جهاز تشخيص الاعطال، ازاي استخدم المالتي ميتر، ازاي استخدم الوايرنج عشان احل مشكلة العميل. الوايرنج هنتكلم على موديلين مختلفين وتشخيص مختلف تماما. هو في الاخر وايرنج، ازاي اقرا وايرنج دياجرام؟ لا، مش ازاي اقراه، ازاي استخدمه واخد الدلالات بتاعته انها تسهل لي ان انا اوصل للعطل. بمعنى، تعال نبص هنا كده على عميل جالك بيقول لك انا عندي سويتش الازاز اللي ورا شمال، اما بدوس من الباب اللي ورا شمال، اما اجي ارفع الازاز بيرفع معايا، لكن لما اجي انزل ما بينزلش. طيب خلاص تمام كده، عرفت ان عندي مشكلة. يقول لك معلومة كمان، ان الازاز الخلفي ورا شمال ده لما اجي اشغل من السويتش العمومي الازاز شغال زي الفل. انا كده اول حاجة من كلام العميل نفسه هبدأ ايه ده، ابدأ احلل لنفسي. سويتش عمومي شغال، سويتش خلفي اتجاه واحد بس. معنى ان السويتش العمومي ده شغال وده فيه مشكلة، يبقى انا عندي كده هو عبارة عن ايه اصلا الازاز؟ الازاز بيبقى عبارة عن موتور بياخد كهرباء وارضي يرفع الازاز عندك. لو حطيت الكهرباء هنا والارض هنا ينزل الازاز. فمعنى ان هو اشتغل من السويتش العمومي معنى كده ان الموتور سليم، يبقى انا ماليش علاقة بالموتور نهائي. طيب معنى السويتش الخلفي بيرفع في اتجاه واحد، يبقى انا عندي المشكلة هنا كده في الاشارة بتاعة السويتش الخلفي. خلاص نبدأ بقى نعمل ايه؟ هات سويتش العطل زي ما هو. طيب السويتش ده بيدي ايه؟ بيدي دايركت للموتور. لو بيدي دايركت للموتور انا ممكن اعمل كده، زي مثلا ادي الموتور اهو، واخد من السويتش اهو طرفين سلك، ويبقى من هنا جوه كده عبارة عن اب وداون، يوصل لاما ينزل لاما يطلع. فانا ممكن اعمل هاجي هنا كده واعمل جامبر للسلكتين دول. يعني بمعنى ازاي؟ هتقولي اعمل جامبر ازاي او اعمل قفلة ازاي؟ بص واحدة واحدة. ادي عندي السويتش اهو، في كهرباء وفي ارضي، ودول طرفين الموتور. انا عايز ارفع، هعمل هنا هاجي السلكة دي ولا امسها بالسلكة دي؟ بس خلي بالك وانت بتعمل شورت لازم تبقى عارف كهرباء كويس جدا. والسلكة دي بالسلكة دي هلاقي الموتور رفع. طيب لو عملت كده هلاقيه عكس اتجاهه. ده في المانوال، في سويتشات المانوال عادي جدا. طب انا بقى لو دخل عندي كنترول، اعمل جامبر ولا اعملش جامبر؟ ممكن اعمل جامبر اللي هي قفله، اطير كنترول. لازم افكر ابدا اشخص ازاي. فانا كده وقفت عند النقطه دي، السويتش والكنترول، لا اما ده سويتش دايركت، لا اما في عندي لا سويتش بيدي الكنترول وكنترول بيطلع للموتور. بيطلع له بقى اللي هم عن طريق طرفين الكهرباء والارضي. ده طريقة وده طريقة. في العربيات اللي بتبقى قديمة شوية هتلاقي شغالين بالطريقة المانوال، في العربيات الجديدة هتلاقي كله شغال على كنترول، وحسب طبعا فئة العربية وهي سعرها كام والتكنولوجيا اللي فيها كام. بس انا كده برضك في السويتش حليته. طب لو كنترول؟ لا، لو كنترول لازم اول حاجة تعملها تشوف اعطال المسجلة ايه. هتلاقيه غالبا مسجل عطل طول ما هو مش شغال. ثانيا تبدأ تشوف قراءة البيانات. ايه قراءة البيانات؟ قراءة البيانات هتخش هتلاقي عندك السويتش ده بقى ورا ورا يمين ورا شمال قدام ايا كان، هتلاقي مكتوب ويندو
سويتش، وهيكتب لك بقى طبعا ايه ورا قدام يمين، وبيديك الاشاره بتاعته هنا. فانت لو دوست السويتش لقيته بيدي معاك اب وبيدي معاك داون، يبقى انت كده عندك السويتش سليم. انا مش محتاج اغيره اصلا، اغير السويتش ليه؟ ما هو سليم. مش محتاج اجيب واحد استيراد اجرب بيه. طب محتاج اجرب كنترول؟ لا، ما الكنترول كده سليم. ليه؟ لان الكنترول قرا. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله بقى؟ نخش على الخطوه اللي بعدها. احنا نقعد نلعب واحده واحده كده. نفتح الوايرنج ده تقريبا الوايرنج بتاع لاند روفر. هاجي اعمل زوم هنا، مثلا خلينا ايه ورا شمال اهو. ادي الوايرنج. الوايرنج بيوضح لي الاجزاء بتاعت سيستم ايه. اول حاجه عندي هنا السويتش، وعندي هنا الباب اللي ورا شمال ده على كنترول، وعندي هنا الموتور. الموتور طبعا بيكون عليه سنسور للحركه بتاعته. وعندي هنا بيقولك بقى المديول ده بياخد قرايته، في عنده خطوط كوميونيكيشن من من لو طلعت فوق اهو. الكوميونيكيشن دي جايه منين؟ من السويتش الرئيسي. فمعنى كده ان الكوميونيكيشن بيجي، فالكنترول بيخرج اشاره، ما بيطلعش عندي هنا الاشاره للايه؟ للموتور. يعني هو هنا في حاله ان انا شغلت اشاره من هنا، الاشاره جت للمديول ده، فالمديول خرج للموتور رفع ونزل. فمعنى كده ان الموتور سليم والضفيره دي سليمه والمديول سليم. طب ايه المشكله؟ المشكله هتبقى عندي حاجه من الاتنين، لا اما السويتش لا اما الضفيره. وبعض الاحتمالات اللي بتبقى نادرا جدا ان الكنترول بيقرا غلط، مش قادر يترجم الاشاره. ودي بتبقى نادرا. ليه؟ لان ده بص كده معايا في الكلمه دي سويتش. سويتش يعني حصل لو حصل عليه جامبر فهو باخر بيوصل نقطتين، فعشان كده احتمال تلف الكنترول او هيساعد جوه الكنترول ضعيف شويه. طيب انا كده هعمل ايه؟ انا كده هاجي اخش على الداتا ستريم. طب انا ما عنديش سويتش، عندي سويتش استراد، ما عنديش او ما عندي او جبته وركبته فضل نفس العيب، يبقى كده العيب مش سويتش. يبقى انا عندي العيب كده احتمال يبقى في الضفيره. فانا هعمل ايه؟ تخش على الداتا ستريم. احنا شفنا هنا بص عندك كام طرف؟ طرف اهو ده بيقول لك سويتش اب، وده سويتش داون، وهنا ريتيرن سيجنال، وهنا الاضاءه. فتعالى ايه، نخرج كده من الزوم. تمام. ونيجي هنا كده نوضحها بشكل اكبر. ادي عندي السويتش هنا، ايا كان بقى الباب 4 اطراف، واخد وبيدي للمديول كنترول للباب. واحد اضاءة، ده عادي، واصل مش واصل مش هيفرق معاك قوي في تشخيص حالتنا دلوقتي. التاني اب، اللي هو بيقول لي كنترول ارفع لفوق. التالت داون، اللي بيقول لي كنترول انزل لتحت. الرابع ريتيرن سيجنال، اللي هي غالبا بتبقى ارضي، لان السويتش ده غالبا بيبقى ارضي. ده بيبقى ارضي. طب انا لو عايز اختبر الضفيره دي هفتح على الجهاز على الداتا ستريم، او ايا كان بقى داتا لايف داتا ايا كان بقى اسمها في الجهاز ايه، مش تفرق معايا، المهم البيانات بتاعه الكنترول ده. واجي على السويتش ده، مش ده الارضي بتاعي، هاخد منه جامبر لهنا واشوف على الكنترول ارى معايا داون، معنى كده ان الضفيره دي سليمه. واعمل هنا جامبر من ده لده، ارى معايا اب، يبقى كده الضفيره سليمه. بس هو ده اللي فيه عطل. غالبا هتلاقي السلكه دي عندك لا اما مقطوعه لا اما ملمسه ارضي، والاحتمال الاكبر مقطوعه. طب هتقولي ليه مقطوعه مش ملمسه ارضي؟ ده سؤال مهم جدا. لانها لو ملمسه ارضي، هو اصلا السويتش ده بيقفل سيجنال مع الارضي، فمعنى انها ملمسه الارضي هيفضل الباب لا اما معلق فاتح على طول لا اما معلق قافل على طول. شفت بقى من خلال وايرنج ببساطه جدا حددت العيب وشخصته وعملت تحليل العطل بمنتهى البساطه بدون اي مجهود، وعرفت اجرب العيب جاي منين من غير ما استخدم قطع غيار، وحددت عيبي صح وحددت المشكله منين. وعموما يعني في اغلب مشاكل الابواب او اغلب مشاكل بتاعه الاوبن سيركت، اي ضفيره بتتحرك
او جنب حرارة، ده اول مكان انت لازم تفحصه. طيب تعال نبص على حاجة تانية. هقول لك ان في عندي موديل تاني اهو، دي تقريبا دوج، وعندي نفس العيب، بس انا كده هتكلم في عربية مثلا في بابين قدام يمين وشمال. هنا بص على السويتش، احنا هناك كان السويتش 4 طرف، بص على السويتش هنا كاتب لك ام يو اكس. ايه ده؟ مالتيبلكسنج. معناها ان السويتش ده بيدي اشارات متعدده، يبقى انا ما اقدرش اعمل من عليه قفله. لو عملت قفله هتبوظه او هتبوظ الكنترول. فانا كده خدت من النقطه دي، عرفت الداتا بتاعتي ايه. طب انت هتعمل ايه ساعتها؟ انا عندي ساعتها هبص على الداتا ستريم واشوف المالتيبلكسنج ده بيديني الدرجات بتاعته ولا لا. لان هنا ده مفروض، بص، باسنجر ويندو دور لوك سويتش شغال بيدي كده 3 اشارات، فوق وتحت للازاز، وكمان لوك والانلوك. فانا هنا ما اقدرش اعمل الجزء بتاع القفله. فانا خدت من شويه حاجات بسيطه جدا جدا، عرفت الدنيا بتاعتي فيها ايه. يعني من كلمه سويتش عرفت ان انا عندي مشكله ضفيره. من كلمه ام يو يو اكس عرفت ان انا عندي كده ده ما ينفعش اعمل عليه قفلات على الاسلاك عشان احددها، لكن ده ممكن. عرفت من كلمة ان هو بياخد السيجنال جراوند ولا كهربا، عرفت ان هو لو ملمس ارضي هيخليه شغال مفتوح، ولو ملمس كهربا ده كده مش هيشتغل وممكن الكنترول يطير. ليه؟ لان لما جيت على الكنترول على الوايرنج قال لي ان السيجنال بتديها له ريتيرن سيجنال. ريتيرن معناها ان دي راجعه، فمعناها ان دي ارضي، فمعنى كده ان السويتش ده بيشتغل على الارضي ما بيشتغلش على الكهرباء. فانا كده بمنتهى البساطه استخدمت الوايرنج صح. استخدمت الوايرنج، المهم ازاي استخدم الوايرنج مش ازاي اقراه. ما انا لو جيت هنا كده مثلا رجعت، ده سويتش وعندي اطراف بتدي للمديول، والمديول مش عارف بيدي لايه. لا، هنا عايز اعرف الطرف السيجنال ده جاي سيجنال، جاي اشاره، جاي كوميونيكيشن. ده 5 فولت 12 فولت، ده شغال جراوند، شغال بين الاتنين بيدي سيجنال. لازم ابقى فاهم وعارف ده بستخدمه ايه، وامتى استخدم وايرنج، وامتى استخدم طريقة تشخيص مختلفة. ما هو انا عندي اهو مثالين لنفس العطل، وده ليه حل وده ليه حل تاني، ده ليه خطوات هبدأ بيها وده ليه خطوات هبدأ بيها. عشان كده مهم جدا اعرف ازاي استخدم الوايرنج. شكرا.